اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده. في الحلقه دي زي ما قلنا في الحلقه اللي فاتت، زي ما اتفقنا، واننا هنشرح دوال اقوى. في الحلقه دي هنستفيد منها جدا جدا ومهمه جدا لينا في اي شغل ايا كان مجال شغلنا. اول حاجه معانا هنا، لو على شكل التذكار اللي عندنا دي مثلا، محتاج مننا نحدد اعلى قيمه واقل قيمه في الجدول اللي موجود قدامنا ده، ونغير لونها. مبدئيا اعلى قيمه واقل قيمه طبعا زي ما احنا عارفين هنجيبهم بالميني والماكس بكل سهوله. يعني لو على سبيل المثال، لو هنجيب اعلى قيمه هنكتب ايكوال، بعد كده هنكتب ماكس، بعد كده هنضغط تاب علشان تفتح معانا المعادلة، وهنحدد العمود ده كله زي ما هو، وهنضغط انتر. جاب لنا أعلى قيمة موجودة عندنا في الجدول. لو عايزين نجيب أقل قيمة بالميني، وهنضغط تاب، بعد كده هنحدد الجدول اللي موجود قدامنا ده كله وهنضغط انتر. جاب لنا أقل قيمة في الجدول، لكن احنا حابين اننا نحددها بلون معين. أعلى قيمة وأقل قيمة نحددها بلون معين علشان تبقى عندنا أشيك وأفضل من كده. احنا هنحدد العمود كله اللي هنشتغل عليه، وبعد كده هنيجي على conditional formatting، وهنيجي على new rule. بعد كده هنحدد تالت واحدة فورمات اونلي توب وبوتوم رانكد فاليو، وبعد كده هنحدد احنا عايزين اعلى قيمة واحدة بس. وبعد كده الفورمات بتاع لون الخلية دي هيكون معمول بالفيل لونه ايه، خليه على سبيل المثال لونه اخضر. بعد كده اوكي، بعد كده اوكي، حدد لنا اعلى قيمة موجودة عندنا، وهي هي القيمة اللي موجودة عندنا هنا لكن شكلها كده افضل. اقل قيمة هنجيبها بنفس الطريقة من كونديشن فورماتنج نيو رول. بعد كده هنجيب تالت واحدة، بعد كده هنجيب هنا هنختار بوتوم، وهنا هنختار قيمة واحدة برضو، وهنحدد لون الخلية دي هيبقى مثلا باللون الأحمر أو على أي لون احنا حابينه، ونضغط أوكي. بعد كده هننزل تحت زي ما احنا شايفين، جاب لنا أقل قيمة موجودة عندنا باللون الأحمر، نفس القيمة اللي موجودة هنا. ده كان شرح سريع للميني والماكس، شرحناه في الحلقة اللي فاتت. نبدأ على أول حاجة معانا هنا، هي التذكرة اللي قدامنا دي. عايز مننا إن نحدد أعلى مبيعات أو أعلى رقم اتحققت بيه مبيعات في الجدول اللي قدامنا ده، وأقل رقم. طيب هنعمل إيه دلوقتي؟ هنحدد الجدول اللي إحنا شغالين عليه ده في البداية، وبعد كده هنيجي على condition formatting، وبعد كده new rule. هنا بقى هنختار تاني واحدة اللي هي format only cells that contain، وبعد كده هنختار هنا القيمة اللي إحنا عايزينها greater than or equal to، يعني اكتر من او اقل من. احنا طبعا التارجت متحدد انه 1000، فاحنا هنا هنكتب 1000. وبعد كده هنحدده باللون مثلا الاخضر، الناس اللي حققت التارجت اعلى من 1000 او 1000 فما فوق باللون الاخضر، وهنضغط اوكي. زي ما احنا شايفين حدد لنا كل الناس اللي حققت التارجت فيما اعلى باللون الاخضر زي ما احنا شايفين. طيب لو حابين اننا نجيب الناس اللي حققت اقل من كده بنفس الطريقه، نيو رول تاني واحده، وهنا هنختار less than or equal to، والتارجت بتاعنا زي ما احنا كنا شايفين هيكون 1000. الفورمات بتاعته هتكون مثلا باللون الاحمر. بعد كده نضغط اوكي. اوكي زي ما احنا شايفين حدد لنا التارجت باللون الاحمر. طيب لو على سبيل المثال التارجت اتغير من 1000 بقى 1200 1500، هل هنفضل نعمل كل ده بشكل يدوي ولا في طريقه افضل من كده؟ في طريقه طبعا افضل من كده، وهي اننا هنحددها خليها هتبقى يعني بشكل دايناميك، بتبقى تلقائيه مع نفسها. هنعمل ايه؟ اول حاجه هنلغي كل اللي احنا عملناه ده من كونديشن فورماتنج من كلير رولز، واول واحده كده رجع لنا كل حاجه زي ما كانت. هنيجي على كونديشن فورماتنج مره تانية، وهنيجي على نيو رول. بعد كده هنيجي هنا على تاني واحده، وهنختار greater than or equal to. هنشوف الناس اللي حققت تارجت اعلى من 1000. هنضغط هنا دلوقتي على السهم اللي قدامنا ده ونحدد الخليه اللي متحدد فيها التارجت، واقول لكم فايدتها ايه دلوقتي. بعد كده هنحدد الفورمات، هيكون مثلا باللون الاخضر. اوكي اوكي. بعد كده هنيجي مرة تانية علشان نحدد الناس اللي حققت أقل من التارجت أو ما حققتش التارجت. هنيجي على تاني واحدة less than or equal to. بعد كده هنحدد الخلية اللي احنا عايزين نشتغل عليها أو فيها التارجت، وبعد كده الفورمات يكون مثلا باللون الأحمر، وهنضغط أوكي أوكي. زي ما احنا شايفين قدامنا نفس التحديد اللي حصل المرة اللي فاتت. الفرق إيه؟ الفرق إنك لو غيرت هنا التارجت 1000 مثلا، لو خلينا التارجت 3000 وضغطنا انتر، زي ما احنا شايفين اتحدد معانا تلقائي. لو التارجت اتغير في اي وقت مش محتاجين اننا نعمل خطوات تاني، او نرجع نعمل او نرجع اننا نعيد من الاول نفس الخطوه. وهنا طبعا محتاج مننا اقل قيمه واعلى قيمه في المبيعات اللي قدامنا دي. طبعا هنجيبها بالميني والماكس زي اللي عدت هنا. اللوست هنجيبها بالميني ونضغط تاب. بعد كده هنحدد المربع اللي قدامنا ده كله، بعد كده انتر. جاب لنا اقل قيمه طلعت بيها المبيعات، اعلى قيمه بالماكس زي ما احنا قلنا ماكس. وبعد كده هنضغط تاب، هتفتح معانا المعادلة. هنختار الجدول اللي قدامنا ده كله، وبعد كده هنضغط انتر. زي ما احنا شايفين جاب لنا أعلى قيمة في المبيعات اللي قدامنا. طيب التذكار اللي بعد كده طالب مننا أربع حاجات، وهي التوتال سيلز. التوتال هنجيبها ازاي؟ التوتال طبعا أي حاجة توتال في العموم هنجيبها بالسم.
ايكوال هنكتب sum، بعد كده تاب، وهنختار العمود اللي موجود قدامنا ده كله علشان نجيب توتال اجمالي المبيعات اللي قدامنا دي كلها 29,365,000. طيب اجمالي عدد العربيات اللي اتباعت هنضغط ايكوال sum، بعد كده هنضغط تاب، بعد كده هنختار الكاونت او العمود اللي موجود فيه المبيعات بتاعه العربيات علشان يجمعهم لي كلهم. طلعت من عندنا 50 عربيه. طيب الكاونت في اوردرز، عدد الاوردرات اللي طلعت عندنا هنجيبه بالكاونت من اسمه كاونت في اوردرز، هنكتب كاونت وبعد كده هنضغط تاب، بعد كده هنختار العمود ده زي ما هو كده وانتر. طلع من عندنا 30 اوردر. طيب هنا طلب مننا اخر حاجه الافريج. هنجيب الافريج ازاي؟ هنكتب المعادله بتاعتنا ايكوال افريج، هنضغط تاب، بعد كده هنيجي هنا على التوتال سيلز اجمالي المبيعات وهنقسمها على عدد الاوردرات اللي طلعت عندنا. بعد كده هنضغط انتر، جاب لنا المتوسط بتاعنا 14,682,515. هنا مطلوب مننا اننا نجيب مبيعات احمد من المبيعات اللي موجوده قدامنا دي. هنا هنستخدم السمفز لاننا هنجمع باكتر من شرط، او هيكون في اكتر من شرط في العموم، او حتى لو شرط واحد ما فيهاش اي مشكله. فاحنا هنكتب المعادله بتاعتنا sumifs، هنضغط تاب، بعد كده عايز السم رينج اللي احنا هنبحث فيه المبيعات اللي موجوده قدامنا، بعد كده ايكوال عايز الكرايتيريا رينج اللي موجود فيها احمد او اللي موجود فيها العملاء اللي موجودين عندنا كلهم. بعد كده طالب مننا الكرايتيريا واحد اللي هو احمد، احنا هنبحث عن احمد. بعد كده هنضغط انتر، جاب لنا كل مبيعات احمد زي ما احنا شايفين. طيب لو غيرنا الاسم اللي موجود قدامنا هنا لمنى على سبيل المثال وضغطنا انتر، هتتغير معانا الارقام لان احنا مختارين الخليه دي، فالخليه دي هي اللي بتحدد معانا كل المبيعات اللي احنا عايزينها. لكن لو كتبناها مثلا في المعادله اللي موجوده قدامنا هنا، بدل ما نكتب احمد عملنا ايكوال وكتبنا، او كتبنا احمد ما بين علامتين تنصيص، هيختار لنا احمد. ولو غيرنا في الخليه اللي موجوده قدامنا دي مفيش اي حاجه هتتغير معانا نهائيا. فاحنا هنخليها دايناميك تلقائيا باننا نحدد الخليه ونكتب اللي احنا عايزينه. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.